والبحر جزره مجده طرح القمر. ورجعنا مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة. لما بنتكلم على كل الأحداث اللي بتحصل حاليا ما نقدرش إن احنا نفصل أبدا. لو هنتكلم بالتحديد عن الفن ما نقدرش نفصل الفن عن السياسة، لأن في الآخر السياسة بتأثر على كل شيء بيحصل في المجتمع. أسئلة كتير جدا بتطرح نفسها في الفترة الأخيرة عن مستقبل الثورة، عن مستقبل الفن، مستقبل الدراما، الوحدة الوطنية، مشاكل كتير وقضايا كتير جدا كانت بتطرح نفسها في الفترة الأخيرة. كل الأسئلة دي النهاردة هنحاول إن احنا نعرفها في سهرتنا النهاردة في المسلسلات. واسمحوا لي مشاهدينا ان احنا نرحب بضيوفنا اللي مشرفينا ومنورنا في استوديو مسلسلاتي، الكاتب السياسي الاستاذ جمال اسعد. اهلا بحضرتك ونورتنا في استوديو مسلسلاتي. والكاتب والسيناريست الكبير الاستاذ محمد البسوسي، اهلا بحضرتك ونورتنا في استوديو مسلسلاتي. النهارده يومنا كده مزيج ما بين السياسه والفن والسياسه، وهنتكلم كتير جدا في كده. بس اسمح لي يا استاذ جمال في البدايه، يعني انا سعيده جدا ان انت حريص يوم عيد ميلادك انت تقضيه معانا النهارده في استوديو مسلسلاتي، وبقول لك كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانا طيب، وكل سنه وانت طيبه، لان عيد ميلادي اتضح مع عيد ميلادك. ده حظي حلو، صدفه غريبه. قطعنا التورته بره وقطعنا التورته واحتفلنا مع بعض. كل سنه وحضرتك طيب. في البدايه يا استاذ يعني جمال، يمكن من ايام قليله مرت ذكرى سنه كامله على تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبعد مرور سنه كامله على ذكرى التنحي دي، شايف مصر وصلت لفين وايه هي انجازات الثوره اللي جنتها؟ بالتأكيد الثورة، وتحديدا روح يناير أو روح التحرير، هي التي أحدثت نتيجة ثورية بسقوط مبارك. ولكن وللأسف الشديد أن هذه الروح وهذه الثورة توقفت منذ 19 مارس الماضي، اللي هو عند نتيجة استفتاء على تعديل بعض المواد الدستورية. هذا التاريخ الذي فصل وشتت وفتت وجعل هذه الروح تهيم في السماء تبحث عن جسد تتقمصه. ليه حضرتك تعتبر كده؟ يعني احنا مش بنبحث عن الديمقراطية؟ يعني المفروض كل واحد يعبر عن رأيه، حتى لو في اختلاف في الآراء سواء صح أو غلط لازم كل واحد يعبر عن رأيه. يعني أولا الديمقراطية ليست هي الجانب الإجرائي فقط، يعني مش صندوق الانتخابات. ده أحد الجوانب من الديمقراطية وأقل الجوانب. الديمقراطية هي الممارسات القيمية الفعلية التي تتطابق مع الجانب الإجرائي، فيعبر المواطن عن نفسه. لا يستطيع المواطن أن يعبر عن نفسه إلا إذا كان هناك ثقافة معينة. مش بتكلم على تعليم، يعني مش بالضرورة يكون أستاذ ولا دكتور ولا مهندس لا، المواطن العادي لديه ثقافة، قدر من الثقافة تؤهله أن يكون رأيا سياسيا يستطيع من خلال هذا الرأي أن يختار بكامل حريته. ما حدث في 19 مارس كالعادة، لأننا لم ندخل بعد في طريق الديمقراطية الصحيح. أدير الاستفتاء بشكل استقطابي ديني أو طائفي وسياسي. اللي يقول نعم يدخل الجنة، اللي يقول لا هيروح النار. المسيحيين بيقولوا لا علشان عاوزين يلغوا المادة الثانية من الدستور. إذن كان الاستفتاء مبني على أرضية طائفية، فبالتالي أحدث شرخا عميقا، بمعنى منذ هذا الاستفتاء بدأنا بقى معارك سياسية. الدستور أولا أم الانتخابات أولا؟ دولة دينية أم دولة مدنية؟ طب هسأل حضرتك حاجة، الأرضية الطائفية اللي حضرتك بتقصدها هل هي فعلا جوه الناس ده إحساس قديم عندهم، ولا حاجة نقدر نقول إنها وقت الانتخابات بس يعني ظهرت؟ لا، يعني المناخ الطائفي ده مناخ قديم ومتأصل ومتراكم عبر التاريخ، وظهر لأن في حاجة ساعدت على ظهوره. لا، ما ده مش ده عبر التاريخ. ولكن ظهور هذا المناخ الطائفي بيرتبط بالحدث وبالزمان وبالمكان وبشكل الحكم. هناك نظام حكم، هناك فترات حكم، يكون هناك ما يسمى بالمشروع القومي، ما يسمى بالعدالة الاجتماعية. فهذه الممارسات تسقط أو تؤجل الخلافات الطائفية. إنما عندما نكون في أزمة اقتصادية كارثية، غياب مشروع قومي، نظام ديكتاتوري، استبداد، فساد، وضع طبيعي، بتعلو النبرة الطائفية
وتعلو ما يسمى بالثقافة الخاصة، لأن المجتمع تحكمه ثقافة عامة وثقافات خاصة. يعني نستطيع أن نقول هناك ثقافة خاصة للأغباط، للنوبة، للبدو مثلا، ولكن يجب أن تكون هذه الثقافات الخاصة مكملة ومتوافقة للثقافة العامة التي تجمع الشعب المصري. صح. عندما يكون هناك إضمحلال، وعندما يكون هناك مشاكل، ولا يكون هناك نظاما حقيقيا يرعى الشعب ويعلم مصالحه، تبدأ كل طائفة تنكفئ وتهاجر إلى ثقافتها الخاصة، فتتعدد الثقافات فتظهر الطائفية. الإشكالية بقى نكمل علشان المشهد السياسي المصري الآن، عشان ما تاخدونيش في حتة تانية أحسن أنسى. اتفضل. هذه النتيجة جعلت القوى السياسية تتشرذم وتتفتت. بدل التوحد في ميدان التحرير أصبح كل القوى السياسية الحزبية والسياسية والشبابية كل بدأ يسعى إلى مصلحته الخاصة، مسقطا الثورة بتحقيقها. طبعا الثورة لن تكتمل إلا بالتوافق. الذي أحدث الثورة التوافق. توقفت لماذا الثورة؟ لأنها لم تمتلك تنظيما ثوريا، وبالتالي لم تمتلك السلطة الثورية التي من خلالها يمكن أن تطبق مبادئها، ولكن هي هبة جماهيرية حقيقية أحدثت نتيجة ثورية بسقوط مبارك، وجاء صاحب القرار الذي لا علاقة له بالثورة اللي هو المجلس العسكري. فالمجلس العسكري تصور أن الثورة دي عبارة عن حركة إصلاحية. الحركة الإصلاحية غير الثورة. الثورة هو التغيير الجذري للمجتمع في كل مناحي الحياة. الحركة الإصلاحية يعني الأمور تمام، بس في هنا نصلح دي، الخطأ ده نقضي عليه إلى آخر الكلام. ومع ذلك حتى المجلس العسكري لخبرته السياسية، باعتبار أنه مؤسسة وظيفية مهنية وطنية، ولكن لخبرة المجلس السياسية سلم الأمور مؤقتا لتيار معين، لتيار بذاته. وكانت الإشكالية أن التعديلات الدستورية وضعت خطة طريق استهدفت أن يسيطر هذا التيار على أغلبية مجلس الشعب، وبالتالي كان ضمن البيان الدستوري ما هو يعطي حق هذا المجلس بتشكيل اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور. يعني كان هناك خطة مسبقة أن هذا التيار يسيطر على الأغلبية، وبالتالي هو الذي يتحكم في الدستور. طب أستاذ جمال، حضرتك هنتكلم باستفاضة عن موضوع التيار الديني وصعوده وتأثيره، وحضرتك يمكن حللت لنا الرؤية اللي حاصلة دي بطريقة سياسية بحتة جدا وتحليل جميل قوي من وجهة نظر حضرتك. طبعا أنا بقى عشان كده عايزة أخد من وجهة نظر بقى فنان واحد من صناع الفن وصناع الدراما، يعني الكاتب والسيناريست الكبير الأستاذ محمد البسوسي، لو حضرتك هتحلل لنا كده الأوضاع اللي حاصلة بعد مرور يعني سنة على ذكرى الثورة وذكرى التنحي، شايف الوضع رايح لفين؟ أنا كفنان بيشغل بالي حاجتين اتنين. نمرة واحد وأهم حاجة من وجهة نظري اللي أنا شايفها، الشباب اللي عملوا الثورة أين هم الآن؟ أين هم؟ فين الشباب اللي عملوا الثورة؟ أقصى حلم ليهم إن بيروحوا يقفوا في ميدان التحرير، وبدأ يستغل ما يحدث في ميدان التحرير لتيارات تانية ما نفهمش بقى مين اللي بيطلع ومين اللي بيخرب ومين، واللهو الخافي اللي بيقولوا عليه والطرف الثالث والكلام ده كله. عفوا. نمرة واحد هم الشباب اللي عملوا الثورة دي، الشباب اللي تمردوا وقالوا لا. متوقع المفروض شباب اللي عملوا الثورة يكونوا فين؟ يعني ما هو الشباب اللي عملوا الثورة في الآخر ناس من المجتمع، المفروض حضرتك متوقع يكونوا فين؟ لازم يكونوا في مناصب موجودة، مش لازم منصب يبقى وزير، بس على الأقل يبقوا مشاركين، لأنه هم غلطوا في بعض الغلطات الكبرى، انه لما كل واحد يطلع كان بيطلع يتكلم يقول لك انا بتكلم باسمي، ما بتكلمش باسم حد في ميدان التحرير. اتعمل الخطأ اللي وقعوا فيه، ما كانش فيه تجمع، اتعمل 100 كام و30 او 100 حاجه و60 ائتلاف، ائتلافات كبيره جدا بالزبط. الحكايه تاهت. وفي نفس الوقت اصبح التيار الاسلامي اللي هم الاخوان المسلمين، احنا بنتكلم بمسميات دلوقتي، اللي هو اصبح حزب الحريه والعداله، خدوا جزء كبير جدا من نجاح هؤلاء الشباب اللي اسقط نظام حسني مبارك، او اسقط رئيس دوله. مش هقول نظام لانه كلمه نظام لينا عليها تحفظ كتير قوي انه نظام سقط، لكن احنا بنتكلم دلوقتي اسقط رئيس دوله بكل الوزارات اللي كانت موجوده، وفوقنا كلنا. طب ما ده اللي انا بساله لحضرتك، تتوقع ان كل الكيانات اللي اصبحت موجوده، كل دوله المؤسسات
لم نجد مؤسسة واحدة شايلة هذه البلد غير المؤسسة العسكرية. وقت الثورة ما حصلت ما كانش فيه ولا مؤسسة موجودة على الساحة، وكلنا عشنا التجارب دي ونزلنا وقفنا في الشارع، حمينا البيوت وحمينا الناس وحمينا أهالينا. اللجان الشعبيه. بس حضرتك بتقول ان هم دلوقتي التيارات الدينيه بقوا في الصداره، مين اللي اداهم الصداره دي غير الشباب اللي حضرتك بتتكلم عنهم؟ مين لا اللي خلي بالك لا مش الشباب الشباب ما لهمش قاعده. دول شباب قعدوا، كنا احنا بندينهم ان هم قاعدين على الفيسبوك، وشباب مش عارف ايه، واللي بيتكلموا واللي بيعملوا ما لهمش دعوه بالسياسه. خدوا قرار او اتخذ لهم قرار، حد قال اتجمعوا نزلوا، بدات الحكايه يسطو عليها، خلينا نقول المسميات بما هي يعني، يسطو عليها كل الاتجاهات. وسقط نظام مبارك بسبب انه فهم اللعب غلط. كان أسوأ 18 يوم في حكم 30 سنه هم اللي حصل فيهم اللي حصل ده. سوء تقدير، زي ما سوء التقدير بالزبط. لانه لعبوا غلط، لعبوا على الاحزاب مع احترامي لكل الاحزاب اللي كانت موجوده، لم يكن لها تاريخ على مستوى الساحه موجوده. كان التنظيم الاخوان المسلمين هم اللي كان ليهم يعني كان ليهم تواجد وموجود من ايام الملك فاروق. لو رجعنا للتاريخ هنلاقي الناس اللي طلعت في حرب 47 كانوا كلهم من الجماعات الاسلاميه اللي طلعوا وقالوا احنا رايحين نجاهد عشان خاطر فلسطين. ده تاريخ موجود ومكتوب، الاستاذ هيكل كاتبه مش انا اللي بقوله، مكتوب في تاريخنا. ده كلام صحيح. وكان البطل احمد عبد العزيز اللي الناس ما تعرفش غير هو اسم الشارع بتاعه اللي موجود في المهندسين ده، كان ما حدش يعرف مين هو البطل احمد عبد العزيز. ده كان قائد جمال عبد الناصر في الجيش المصري، وشال الرتب بتاعته عشان ما يتقالش ان الملك فاروق انه بعت قبل حرب 48 انه بعت ناس او بعت قوات عسكريه عشان خاطر تجاهد. شال السبلايت بتاعه واعتزل من الجيش وشال الرتبه بتاعته، واللي طلع معاه كلهم كانوا الاخوان المسلمين، شباب الاخوان المسلمين. اذا ليهم تاثير في المجتمع من فتره، ليهم من فترات. لما جه نظام جمال عبد الناصر وحصلت المشكله ما بينه وما بين الاخوان، احنا لازم نرجع للتاريخ. احنا عشان نوصل لمشكله يا جماعه طبعا. لازم الفلسفه علمتنا كده نرجع للتاريخ، لانه دايما بيعيد نفسه. نرجع لاصل الاشياء بالظبط. والكارثه الكبرى ان يعيد التاريخ نفسه. ما هي دي الكارثه الكبرى، لان احنا اكتر وقت ما بنتعلمش كده، ما خدناش ما اعتبرناش من اللي حصل بالزبط. عندنا الشباب اللي موجود، الشهداء اللي راحوا، اي ثوره فيها شهداء بتروح طبعا. دي معروفه، عشان خاطر احنا نصبر قلبنا شويه على الشباب اللي راح. الشباب اللي موجود دلوقتي اللي عاوزين يثبتوا وجودهم مش لاقيين نفسهم على الساحه، بيحاولوا كل واحد هقول لحضرتك حاجه، هو ليه يعني الساحه السياسيه بس ان هم يلاقوا نفسهم؟ ما هو لو البلد كلها اتغيرت وكل المطالب الثوره اتحققت، كل الناس هتبقى في النهايه مبسوطه، مش مجرد ان هو ياخد منصب سياسي هيبقى مبسوط. انا عايزه يشارك، يحس بالقيمه، يحس يعني المسؤولين الكبار، المسؤولين دلوقتي على الدوله لحد ما يسلموا السلطه اللي هو المجلس العسكري تحديدا، يشارك الشباب دي، اشركني في المصايب اللي احنا فيها عشان يبقى عندي قدره على الحل. انما انا قاعد على الكرسي عمال انظر اقول نظريات، لما ادخل في الحكايه نفسها واعرف مدى صعوبتها، واعرف مصر قد ايه على علاقات دوليه بدول العالم كلها، وعندنا مشاكل داخليه لازم تتحل، وعندنا مشاكل نفسيه لازم تتحل، وعندنا التعليم لازم نشوف اساسياته، وعندنا مليون حاجه لازم نشوفها. اشرك لي الشباب اللي عنده الطاقه ده عشان خاطر يحس بالمسؤوليه ويديني افكار. ما هي المشاركه، ما هو في النهايه كانت راجعه برضه لاختيار الشعب في النهايه، يعني ما هو برضه احنا هتلوم مين؟ انا مش ضد حكايه ان الشعب انه يختار او انه يختار التيار الديني، انا مش ضد او اختار جماعه الاخوان المسلمين، زي ما بقول لك ان ليهم تواجد في الشارع المصري من زمان. حضرتك استاذ محمد، انا يعني معلش هقطع كلامك، انت بتقول مش ضد ان هم اختاروا التيار الديني، لكن اكيد الاختيار ويمكن ان هم بقوا في الصداره التيار الديني ده ليه سلبياته وليه ايجابياته. احنا النهارده هنناقش الموضوع ده باستفاضه وتاثيره على الفن والى اي مدى، بس هنروح لفاصل. ده بالظبط، هنروح لفاصل ونرجع مره ثانيه نكمل سهرتنا.